شو اللي بصير بتركيا؟ بعد قرار محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة ببطلان قرارات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في عام 23، ويقضي الحكم بعودة كمال كلجدار أوغلو لرئاسة الحزب الجمهوري، وطرد أوزيل من رئاسة الحزب. أوزيل اللي كان هو بتحالف هو أكرم إمام أوغلو المسجون على قضايا فساد رئيس بلدية اسطنبول مع منصور ويواش اللي هو رئيس بلدية أنقرة. هذا يعتبر ضرب قاضي لمشروع هؤلاء الثلاثة، المدعوم من تيارات غربية، مدعوم من القوى الغربية، على أساس يقفوا في وجه الرئيس أردوغان. إذا القصة اليوم الرئيس أردوغان في أحسن حالاته بعد ما بعد هذا القرار من المحكمة الاستئناف في أنقرة، لأنه أزاح من وجهه كل المنافسين الأقوياء. بعدين كمان في كمان ملاحظ انه في 80 بلديه رئيس بلديه انضموا لحزب العداله والتنميه في الشهر اللي فات. هذا يشكل كله لتحالف الجمهور الحاكم اريحيه للرئيس اردوغان. الرئيس اردوغان اليوم هو رئيس لعام 28، يعني قبل ما تنتهي ولايته انا بتوقع يحل البرلمان كمان مره ويسوي انتخابات مبكره على اساس يرشح حاله الانتخابات، لانه لو قضى المده بيطلع لوش يرشح حاله كمان مره. فهلا اللي بده بعماله بده يحكم في اريحيه، وبده يبلش القضايا، حتى في قضيه على منصور يواش بالفساد في رئيس بلديه انقره، وهذول اقوى المرشحين امامه. يعني اكرم امام اوغلو محبوس على قضايا فساد ورشوه واتوات باسطنبول. بعدين البلديات تراجعت في الخدمات بشكل كبير اللي استلمها حزب الشعب الجمهوري. شغله ثانيه انه الرئيس اردوغان بيظهر عماله القوه العسكريه الضخمه، بزيل الستار عنها لما اظهر صاروخ يلدرم ابو 6000 كيلو عابر للقارات، السرعه تبعته 42 الف لتر للمحرك الواحد. هذا موجه زائد صاروخ انفال، هذا كله، والطائرات اللي بدون طيار والطائرات الحديثه، هذا كله موجه لمين؟ للتحالف اليوناني الاسرائيلي، و اللي عمالهم بتحركشوا في الشرق المتوسط. وهو الرئيس أردوغان أصر على الترقيب على البترول، فسوى كمان مناورات مع الجيش السوري الجديد ومع جيش دبيبة في طرابلس، مناورات مشتركة. في إشي في الإقليم عماله بنطبخ، وفي يمكن هذه تكون شرارة الحرب العالمية الثالثة، مش اللي بصير بين أمريكا وبين إيران، لأنه كل المنطقة عمالها بتتسلح، بتاخد يعني خاصة تركيا بتنمو عمالها كقوة عظمى في المنطقة. فالأيام القادمة حملة بالمفاجآت. والرئيس أردوغان اليوم أزاح، يعني أنا بعتقد هم بيتهموا أنه هو ورا قرار المحكمة، لكن حتى لو مش هو، بس هذا قرار يريح الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ومعاه سلجوق بيرقدار، ومعاه هاكان فيدان، في عنده رجال بتطبخ وبتسوي بتعمل عمالها. ولذلك تركيا ستعود قوة عظمى. وبعدين زي ما قال الصحفي إبراهيم قرغول، هذا اللي هو تبع يانا شفق، بقول إنه إسرائيل نهايتها قربت، وإذا حاولت تتمادى يكون الضرب عندها قاسمة مدمرة. وإن شاء الله إنه نتنياهو بيغلط غلطة بتكون على راسه وراس اللي جابوه.